قلب الحدث تقدم لكم حوارا مع الفائز بشخصية المثالي. دعوني بداية قبل بداية التسجيل مع الأستاذ الموقر مجدي يحيى عبد الرسول الألفي نقرأ الفاتحة بأن الله يمن على الحاج إبراهيم علي بالشفاء بعون الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اشفي يا رب حالي. قلب الحدث تقدم لكم حوارا مع الفائز بشخصية المثالي. أعزائي موظفي فندق شرطة القاهرة المحترمون، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الجمعة الموافق 14/5/2016 نجري حوارا لمجلة قلب الحدث الإعلامية مع السيد الأستاذ الموقر مجدي يحيى عبد الرسول الألفي، ويعمل بإدارة الإشراف الداخلي مديرا بفندق شرطة القاهرة، وقد تبوأ سيادتي وفاز بالمركز الأول على مستوى الشخصية المثالية لسنة 2009. بداية دعني أرحب بحضرتك وأولادك وأهنئك بثقة زملائك ولجنة تحكيم موقرة بك ومنحك هذا الشرف. أستاذ مجدي، حضرتك ألف مبروك فوزك، وكلمة توجهها لمجلة قلب الحدث الإعلامية المشرفة على المسابقة ودورها التنوير والإعلامي، ماذا تقول له ورئاسة تحريرها؟ بالنسبة لمجلة قلب الحدث الحاجات الجميلة جدا بالنسبة لموظفين فندق شرطة القاهرة، بتدينا معلومات وبنلم بكافة شيء وفي تواصل بيننا وبين الزملاء، وبيلوم على رئيس تحريرها الأستاذ كامل هابيل والأستاذ محمد إسماعيل، الاثنين بيلمونا بكل مواضيع الفندق والجديد على الفندق، وانا بحييهم من هذا المكان واقول لهم ربنا معاكم ويوفقكم الى الافضل باذن الله ان شاء الله. كلمه توجهها لنقابه العاملين بفندق شرطه القاهره ولزملائك السابقين. بالنسبه لنقابه العاملين بفندق شرطه القاهره، اتمنى لهم التوفيق يا رب ويشفي، وعلى رسول الاستاذ ابراهيم علي ربنا يا رب يتم شفاعه على خير بحاجه النبي، وجمعيه الزملاء ومجلس الاداره يعينهم في الايام اللي جايه ان شاء الله، يكونوا في صف العمال، وكل ما هو صالح للعمال باذن الله ان شاء الله يكونوا هم معانا واحنا في ظهرهم ان شاء الله. بالنسبه للزملاء السابقين ربنا يكرمهم ويوفقهم في حياتهم المستقبليه، واحنا بقى بالنسبه لنا احنا ربنا يعيننا في الايام اللي جايه ان شاء الله. استاذ مجدي، كلمه توجهها لجنه تحكيم الموقره والتي انجزت مهمتها بكل حياديه وشافيه ونزاهه، والتي كانت مكونه من السيد الاستاذ احمد محمد نادر قسم العيادة الطبيه، السيد الاستاذ الهام عبد العزيز قسم العيادة الطبيه، السيد الاستاذ عزه سيد قسم الشرف الداخلي، السيد الاستاذ محمد عبد المعطي قسم الحسابات، السيد الاستاذ علي نصر قسم الجراج، السيد الاستاذ محمد عبد المنعم قسم الحسابات، السيد الاستاذ جيهان ربيع قسم المغسله، السيد الاستاذ حسن هاشم قسم الاستعلامات، السيد الاستاذ منصور محمد قسم كابتن العاملين، السيد الاستاذ اشرف نعيم فنان، السيد الاستاذ محمود عبد الله قسم الشرف الداخلي، السيد الاستاذ ايمن محمد قسم الابراج، السيد الاستاذ محمود مختار قسم الروم سيرفيس، السيد الاستاذ مجدي محمد امبابي قسم الاستعلامات بلمن، السيد الاستاذ خالد حماد اداره تغذيه والمشروبات، السيد الاستاذ عادل امين قسم المطبخ، السيد الاستاذ بلال شعبان قسم الهندسه، السيد الاستاذ حسن عبد الهادي قسم كوفي شوب، السيد الاستاذ سيد حمدي قسم الامن الصناعي، السيد الاستاذ صباح احمد علي قسم كازينو، السيد الاستاذ محمد بشير قسم البلمن، السيد الاستاذ ماهر بكير قسم كازينو، السيد الاستاذ مجدي صابر قسم المطبخ، السيد الاستاذ صالح محمد صالح قسم الموارد البشريه، السيد الاستاذ جمال الدين بدر الدين قسم المكاتب الامنيه علاقه النزلاء، السيد الاستاذ ناصر محمد قسم الشرف الداخلي، السيد الاستاذ عادل عنتر قسم الكازينو، السيد الاستاذ محمد ابو شوق قسم التجهيز والتحضير، السيد الاستاذ خالد رشاد قسم التجهيز والتحضير، السيد الاستاذه مديحه حسين قسم غسيل المشروبات، السيد الاستاذ عبد الله زين قسم الاستعلامات، السيد الاستاذ ماهر ميخائيل قسم غسيل المشروبات، السيد الاستاذ منال ابراهيم محمد اداره غسيل المشروبات. كلمه توجهها لاداره لجنه تحكيم وقاره الشرفه باختيارك. انا متشكر جدا ليهم لكل اللي ادانوا صوته، واتمنى اكون عند حسن ظنهم جميعا، واتمنى لهم التوفيق والى الصالح العام ان شاء الله. استاذ مجدي، لمن تهدي الجائزه وماذا تعني وتمثل لك رغم بساطتها؟ الجائزه دي بهديها لاولادي، وربنا يوفقهم يا رب وينجحهم في دراستهم ان شاء الله، ومتشكر جدا جدا للقائمين عليها باذن الله. وبرضه ما ننساش برضه اهم حاجه ام الاولاد، لان هي دي الست ربنا يبارك فيها، وهي كل في الكل، وهي واقفه معايا يد بيد. استاذ مجدي، ما هي تمنياتك للعام الحالي؟ وكلمنا عن اسرتك واولادك ودراستهم وعملهم ان كانوا يعملون لنعرف مجتمع الفندق بهم. انا اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي، وبالنسبه للعمل اللوكاندا تخلص ان شاء الله ويكرمنا، وبالنسبه لاولادي انا عندي ربنا كرمني بفاطمه في اولى ثانوي وربنا نجحها، وعبد الرحمن في ثانيه اعدادي وربنا يكرمه باذن الله. استاذ مجدي، تكريما وتخليدا لموظف فندق شرطه القاهره السابقين والراحلين، اذكر اثنين او اكثر من موظفي الفندق سواء راحلين او سابقين لنذكر مجتمع الفندق بهم ويدعو لهم بالسلامه وطول العمر او ادعو لهم بالرحمه. هو بالنسبه للموظفين السابقين معايا في قسم الاشراف الداخلي اللي انا بكن لهم كل تقدير، الرئيس ابراهيم عبد المحسن ربنا يا رب يشفيه ويديله الصحه، ومدام شفيقه مصطفى ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لنا يا رب ان شاء الله.
أستاذ مجدي يعلق بالصواب أو بالخطأ على الحكم والأقوال المأثورة الآتية. قديما كان النوم سهلا، بمجرد أن ينطفئ الضوء يحضر النوم، أما الآن فكلما انطفأت الأنوار لكي ننام أو قد أوقد التفكير شموع حتى الصباح. ظروف الحياه بقى، والواحد دلوقتي والضغوط والحاجات دي كلها، فاصبح دلوقتي عشان تنام ما بينام بيكونش بكل سهوله يعني. أستاذ مجدي، لا تجعلوا فهمكم للرزق يتوقف عند حدود المال، بل إن أعظم الأرزاق سكينة الروح وصحة الجسد، وإن من أجمل الأرزاق دعوة أم ووجود أخ وضحكة ابن ودعوة محب. صحيح صحيح، هذا كلام صحيح. أستاذ مجدي، لا تثقل يومك بهموم غدك، فقد لا تجيء هموم غدك وتكون قد انحرمت من سرور يومك. لا الحمد لله على كل شيء، وكل شيء صحيح. وفي نهاية الحوار نتوجه لحضراتكم بخالص التهنئة والتبريكات، ونتمنى كل الخير والتقدم لفندق شاطئ القاهرة العظيم، إدارة ونقابة موظفين، وأتمنى الفوز لكل موظف الفندق في الشهور القادمة، وكل التحية لموظفي الفندق الشرفاء الحاليين والسابقين، ورحمة الله على الراحلين، وعاش الحق ويحيى الشرفاء. وحكمة نقول في نهاية الحوار: قمة المتعة أن تجالس شخص يكرهك ويغتابك كثيرا ومع ذلك يبين لك العكس. هذا كاف بأن يخبرك أن لحضورك هيبة قادرة على تحويله لمنافق جبان. والمتسامحون أسعد الناس قلوبا، عرفوا قيمة الدنيا فلم يبالوا بحقد البشر. مع خالص حياتي كامل هابيل، محمد اسماعيل، رئيس التحرير ومدير تحرير قلب الحدث الإعلامية.